السلام عليكم. راح ندير اليوم وصفة اليومية بوفجوغ بطريقتي. عندي الفلفل حار، هذا راهو حار كامل. عندي انواع، يعني هذو اللي عندي. تديري اي فلفل حار وخلاص اللي عندك. عندي سنات ثوم، درت 5 سنات ثوم كبار لانه الكميه تاع الفلفل تاعي قليله. ونديرو الملح، انا راح نرحيها بالرحايه هذه، ما نرحيهاش في لاشوار لانه لاشوار راح يردها لي بزاف مرحيه. نبدا نرحيها. بسم الله. عندي الفلفل نلوحو معاها الثوم، نبدا نرحيها. كي تحبي ترحيها في لاشوار لك الاختيار، بس راح يرجعها لك بزاف مرحيه كي الماء. انا نحبو هكا يقعد لي هكا. درك نرحي نخلص وتشوفوه. راني قريب نخلصو. بسم الله. شوف شتو، يعني يجي فرق بين كي ترحيه في هذه وفرق بين كي ترحيه في لاشوار. صحيح رحيتها. شوف هذا هو البوفجوغ. انا راح نخليه هكا بعد. درت له الثوم والملح، رحيتهم مع الثوم والملح فقط. دركا نديرو في بلاره ونخبيه حتى يطيب لي. راح 5 ايام سمانه هكا كي يطيب نقدر ناكلو. مام دركا تقدري تاكليه عادي، بصح من الاحسن يطيب مليح خير. كاينه ناس اللي تصفيه تنحيلو الماء، بصح انا ضد انه نحيلو الماء. علاه نحيلو الماء؟ فوائد كل في الماء نتاعو وراح يطيب في الماء نتاعو ومش راح يفزد. نخليه هكا نخبيه في البلاره خلاص ونخبيه.